السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل بقى ايه؟ طبق كشري من اللي ايه قلبك بيحبه. طبعا الكشري بقى غالي جدا يا جماعه، والله العظيم بره الطبق بقى معدي ال50 جنيه. فحرام بقى، انت طبعا لما تيجي تجيبي مش هتجيبي طبق واحد، انت هتجيبي كتير. احنا بقى النهارده هنعمله في البيت بكل تكاته وحركاته بطريقه سهله وبسيطه. هنا انا جبت حله وحطيت فيها حبه زيت وحبه سمنه، معلقه سمنه، وحطيت فيها بصلايه لحد وقعدت اشوح فيها لحد ما دبلت معايا. وبعدين نزلت عليها بالعدس بتاعي، العدس بتاعي كنت غاسله، حطيته شوحته تشويحتين كده مع البصله، وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون. وبعدين بعد ما اديته تشويحه مع حته تومه، فصين تومه. قمت نازله ايه بالميه بتاعتي، وهسيبه بقى يتسلق على جنب. وهنا كنت جايبه مكرونه سباكيتي ومكرونه عقل صغيره، كنت حاطه حله فيها ميه بتغلي. قمت نازله بالمكرونه بتاعتي، وبرده ايه هسيبها تتسلق على جنب. هنا بقى جبت حله تانية وحطيت فيها حبه زيت ومعلقه سمنه، ونزلت فيها بفصين توم لحد ما قعدت اشوح فيهم لحد ما ادوني اللون الاصفر. قمت نازله عليهم ايه بمعلقتين خل. وبعدين قمت نازله بعد كده نزلت بالطماطم بتاعتي، وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون وحبه بابريكا، وهسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها، تتسبك يعني. تمام كده. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت بقى حلو بقى من بتاعكم بقى على الاكله الجميله اللي انا هعملها ديت. ويعملوا لي بقى اشتراك على قناتي على اليوتيوب مطبخ نولي. هنا بقى كان العدس بتاعي خلاص استوى. وهنا كنت بحمر الشعريه، هحمر الشعريه لحد ما تديني اللون الذهبي. وبعد ما تديني اللون الذهبي هنزل عليها، هنزل بيها على العدس. تمام يا جماعة، والله العظيم الكشري الحاجة بقت غالية قوي، وعشان تاكليه من بره هيكلفك جامد. وكمان مش مضمون، انت ما تعرفيش هو معمول ازاي ولا فكل حاجة لما تعمليها في البيت بتبقى احسن. هنا بعد ما نزلت بالشعرية بتاعتي كنت غاسلة كوباية رز، نزلت برضو فوق الرز والعدس، بالرز والعدس يعني والشعرية، وهقلب كويس وهحط المية بتاعته والملح، وهسيبه بقى ايه يتسلق عادي، كأنك بتطبخي رز عادي بقى كده خلاص. تمام. هنا بقى المكرونه كانت خلاص اللي اتسلقت، وشطفتها اديتها شطفه، وبعدين حطيتها في الحله وحطيت عليها زيت وملح وفلفل، وهقلبها تقليبه كده عشان ما تلزقش في بعضها، وهركنها على جنب. هنا بقى معايا معلقه توم صغيره حطيت عليها خل، وهحط عليها ملح وفلفل وكمون. وهقلبهم كويس. ودي الدقه بقى اللي هي ايه دقه الخل اللي احنا بنجيبها مع الكشري يعني. سهل قوي يا جماعه والله العظيم. هو مواعينه كتيره وحاجته كتيره، بس هو سهل جدا والله، ما فيهوش حاجه صعبه. هنا بقى كان عندي 3 بصلات، هقطعهم جوليانو او ودن القطه سميها زي ما تسميها. بقطعهم كده خفيف وبعد كده بفركهم من بعض. هنا كنت خلاص خلصتهم، واحط عليهم 3 معالق دقيق ومعلقه ملح، وهقلبهم كويس قوي 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 كده. انا بقلبهم كويس اهو، ما فيش فيها اي حاجه والله العظيم يا جماعه، وهيطلع معاكي احلى ما بتاكليه من بره. هنا كان معايا بقى زيت بيغلي، هنزل بالبصل بتاعي، انا نزلت بنص الكميه يعني. هنا بقى دي معلقتين صلصه، هحط عليهم 3 معالق شطه. ودي بقى الدقه الحراقه اللي احنا بنجيبها برضو من محل الكشري. جربوا الكشري بالطريقه دي هيعجبكم قوي، والله لو جربتوه فعلا مش هتبطلوا تعملوه. هنا بقى كان الرز بتاعي كمان استوى، بصوا مفلفل وجميل ازاي، والمكرونه اهي خلصت. وهنا كنت سلقه حمص، ودي الصلصه بتاعتي برضو خلصت اهيت. كل حاجه كده بقت جاهزه معايا. وده البصل شايفينه طالع مفلفل وجميل ازاي ومقرمش كمان. هنا بقى كنت بغرف بقى بوريكم. هنا انا بحط الرز الاول طبعا زي اي حد يعني، وبعدين المكرونه، وبعدين الصلصه. كده كان شكل الطبق معايا بعد ما خلص، وكان طعمه يا جماعة والله العظيم خطير خطير، مش هتشبعي اكل منه. لو وصلتوا لهنا اعملوا لي لايك. سلام.